سيبوني ومحدش يوقفني، انا بقول لكم اهو. العالم اللي اول امبارح المدربين الفتاين اللي طلعوا قالوا لك اصل النادي الاهلي كان بيلاعب فرقه كبار معديين ال40 عشان اتغلب من فريق برازيلي، وكانوا طالعين يتريقوا ويقول لك اصل النادي الاهلي هيطلع تالت، اصل لو لعب تلات فرق هيطلع برضه التالت. الناس اللي طلعوا المدربين الفلاحيس اللي طلعوا يتريقوا على النادي الاهلي اللي كان بيلعب كاس عالم للانديه وعلى الاقل هيطلع التالت او الرابع يا اخي، بس بيلعب كاس عالم للانديه. ايه رايهم بقى في النهارده وانا بلاعب فرقه ببص عليها في الخريطه كده، كل اللي مكتوب فيها اللي معتب اطلس، كل اللي مكتوب عنها سجرت تقع في مدينه دندوه. عارف الدندوه عارف الدندوه؟ عارف الواد اللي عيط قالوا لك ليه؟ قال لهم عشان خدوا منه الدندوه. هو ده الدندوه. احنا النهارده بنلعب مع الدندوه، احنا النهارده ادونا الدندوه. لا انا ما بهزرش، انا مش داخل بعمل شو. انا اقول لك حاجه، انا سايب لك في اول كومنت تخش تعرف الكلام اللي انا بقوله ده. الفرقه دي تاريخها ايه وموجوده ايه على الخريطه الافريقيه. ازاي بيحصل كده النهارده في بطوله زي الكونفدراليه المفترض اصلا ان انا كزمالك ما العبهاش؟ انا المفروض كزمالك ما العبش فيها اصلا. مفيش كلام يتقال يا جماعه. مش عارف، انا خلاص، الواحد خلاص يعني مش عارف يتلم على اعصابه من اللي بيحصل فينا واللي بيجرى فينا واللي بيعملوا فينا الزمالك في كل ماتش. يعني مش ممكن يا جماعه. انا نازل بتعادل مع فريق اسكرادا دون، يعني مش فاهم يعني مش عارفين نجيب جون، مش عارفين 90 دقيقه مش عارفين نجيب جون، عمالين معانا الكوره بنلعب بعضينا بيها وخلاص، مش عارفين نوصل على الجون عشان نجيب جون. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ كابتن معتمد جمال فيه ايه؟ عايز افهم. هو من ساعه ما حضرتك مضيت ان انت هتستمر بقى في حاجه تانية، وش تاني؟ ايه الحكايه؟ تغييرات متاخره ليه؟ ما قلنا من الماتش اللي فات بتاع المصري، ما قلنا شيكابالا ما هو كان بيلعب في الاول وكان بينزل يعمل شغل. في ايه بقى بينزل في الشوط الثاني متاخر ليه؟ سيف الجزيري وناصر منسي متغيرين في الاخر ليه؟ الواحد يقول ايه البطء اللي احنا فيه ده؟ هو في ايه؟ هي اللعيبه دي مش حاسه بينا؟ هي مش حاسه ان في جمهور كبير لنادي كبير المفروض يلعب في دوري ابطال، بتلعب في الكونفدراليه وبتتعادل مع سجرادا بالاداء ده وبالمنظر ده؟ طب احنا نطمن ازاي؟ طب احنا طلعنا من الكونفدراليه من المجموعات وبعدين بالاداء ده بالشكل ده. محدش يقول لي اصل احنا ما عندناش صفقات. انت الزمالك واللعيبه اللي موجوده دي احسن ما يكون بالنسبه، انت بتلعب مع مجهولين الهويه. مين النوادي دي؟ ابو سليم وابو تسنيم في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ دي مراكز شباب اللي احنا بنلعبها، ولينا عين عمالين نحفل وعمالين نتكلم على كاس العالم للانديه اللي احنا بنحلم ان احنا نعدي بس نتصور فيه. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. ما نعرف احنا بنعمل ايه امتى؟ ايه يعني؟ انا مش فاهم. دلوقتي مجلس الاداره والكابتن حسين، هل عندك درايه باللي بيحصل يا كابتن حسين؟ احنا ما عندناش غير البطوله دي اللي احنا هناخدها. احنا خلاص في الدوري بنصارع على الهبوط. انت عارف بيجيبونا بالسلبه من تحت. في يا جماعه المشكله ان انت بتقول يا ريمو جمهور نادي الزمالك. انا خايف لا يكون في حد من جمهور الزمالك دلوقتي مروح والغزاله رايقه وبيقول لك اصل احنا كده صاعدين واحنا خدنا النقطه اللي عايزينها واحنا ما اعرفش واحنا بنلعب على قد بطوله ايه يا ابني اللي انت بتلعب على قدها. معلش انا زملكاوي قبل ما ناس كتير تتولد يا جماعه. انا زملكاوي ابا عن جد. فبطوله ايه يا ابني اللي انت بتيجي تقول عليها؟ انت ما شفتش يا ابني الزمالك في تاريخه بيعمل ايه؟ الزمالك ده يا ابني كان بينام افريقيا من المغرب. انت جاي بتتكلم عن ايه زمالك؟ لما تلاعب فرقه اسمها سجرادا، الفرقه نازله مسلمه نمر وهي نازله تقول انا بلاعب الزمالك اللي ليه تاريخ في افريقيا. من زمان بس ليه تاريخ في افريقيا، تمام؟ بقى لي 10 سنين ولا بقى لي 20 سنه بس ليها تاريخ في افريقيا. الفرقه نازله
فرقه سجراده نازله مسلمه نمر يا ابني. يا ابني انت سلمتها الماتش في ايديها، انت سلمتها الماتش في ايديها، خليتهم بقى بيعملوا هجمات، خليتهم يطمعوا في الماتش، خليتهم مش مصدقين ان اللي قدامهم ده فرقه نادي الزمالك. ليه يا ابني؟ يعني انا عايز اعرف، هو احنا مكتوب علينا كزملكاويه ان احنا لما نمشي شويه لقدام ونحس نفحه كده ان في النهارده اللعيبه بتأدي وفي فنيات وفي تكتيك وفي تغييرات مظبوطه، مكتوب علينا ان احنا اول ما نشوف ده لازم يطير منا في ثواني. فيها كابتن معتمد، يعني احنا جينا وقلنا كابتن معتمد جمال له كل الدعم. ايه الجديد؟ يعني اثر في ايه يا عم اوباما؟ يعني في المباراه اللي فاتت طوب الارض زملكاوي واهلاوي بيشيد باوباما، بيقول لك اوباما راجع لمستواه، وشبهوا النسخه دي من الكونفدراليه بالنسخ اللي اوباما ابدع فيها وكان سبب ان احنا ناخد كونفدراليه ايام جروس. عمل ايه اوباما النهارده عشان قاعد دكه؟ ولا هو لازم الانسان الفتي لازم نعمل حاجه جديده، لازم نقدم صوره جديده. ده مكتوب على الزملكاويه ومدربينهم سواء اجانب او مصريين. النهارده شيكابالا كنت بتنزله في الشوط الاول وبتريحه زي ما قال ريمو. ايه اللي حصل جديد؟ ايه اللي حصل جديد؟ عندك النهارده ناصر منسي انت بتلعبه طرف على اي اساس؟ ناصر منسي راجل، يعني انا اسف، يعني اللي ما بيعرفش كوره لسه قاعد بيتفرج على ماتش كوره جديد يعرف ان ناصر منسي اهم موهبه عنده انه يستلم عرضيه ويجيب بدماغه، يستلم عرضيه ويجيب بدماغه. هو بقى خارج الصندوق، مين هيستلم؟ هو هيسلم سيف الدين الجزيري؟ طب انت منزلهم الاثنين ليه؟ عشان تعمل بيهم زياده هجوميه قدام ملعب الخصم. طب النهارده الزياده الهجوميه مش موجوده، خطوره، مفيش اي خطوره هجوميه النهارده تماما. انا ما اعرفش احنا كنا بنلعب ايه. هو دي كوره اللي احنا بنلعبها يا جماعه؟ يعني ده كان ماتش كوره؟ يعني معلش مع احترامي للكابتن معتمد، انت كنت عايز تعمل ايه في المباراه؟ او هي ايه الخطه اللي موجوده؟ انا ما شفتش اي حاجه، معلش انا ما شفتش اي حاجه. كابتن معتمد احنا اشدنا بيك، وانا جيت بعضمه لساني وقلت اعتمد كابتن معتمد. بعد ما اعتمدنا كابتن معتمد ايه اللي حصل؟ انا مش عارف ايه اللي حصل. هو في ايه؟ هو ليه الزمالك بيحصل معاه كده؟ هو ايه؟ خلاص ماشي، فرق مراكز شباب وكده، طب ما احنا بنكسبها وخلاص، وقلنا واوعوا تاخدوا بالكم، خلوا بالكم سوار الغيني ولا الكيني ولا النيروبي ده، احنا ايه غلبناه 4 بس احنا عارفين، بس ايه هنفرح برضه واحنا غالبين وكل تمام، وغلبنا فلان وغلبنا علان وغلبنا الترتان وماشي، مع ان اتعادلنا وحاجات زي كده برضه، بس ماشي خلاص. ايه بقى في ايه؟ يعني انا مش الموضوع ان انا صعدت او لا، الموضوع ايه اللي حصل النهارده ده؟ هل ده اداء؟ هل ده لعبه؟ هل ده ايه ده ايه الحكايه دي؟ ده انا كده بنافس على الكونفدراليه؟ انتوا بتقنعونا كده ان احنا بننافس على الكونفدراليه؟ اصلا اللي احنا مش المفروض نبقى مكاننا دوري الابطال، ده الزمالك